السلام عليكم حبايبنا ابطال ثالثه ثانوي علم رياضه. النهارده ان شاء الله معانا درس مهم جدا في السوليد جيومتري، وهو مين؟ هو الفيكتور برودكت، وده اخر درس معاك في يونت 3 في السوليد جيومتري. طبعا احنا بفضل الله دلوقتي شفنا عندنا يونت 3 في الجيومتري اللي هي اليونت الاولى معانا في منهجنا. خدنا كام ليسون؟ 3. درسك الاولاني لما اتعرفنا على ال 3 دايمنشنال اورثوجونال اللي هما الاكس والواي والزد، ودرسك الثاني لما شفنا الفيكتورز ان ذا سبيس، وعرفنا وقتها بقى نورمال فيكتور بنجيبه ازاي، وعرفنا عندنا ازاي احنا بنقدر نحسب اليونت دايركشن اللي هو الفيكتور على النورم. وان شاء الله قريب هعمل لك مراجعه 100 100 للحاجات دي، المها لك كلها 100 100 عشان ما تبقاش عندك تشتت في القوانين بتاعتك خالص. تمام. درسك الثالث شفنا السكالار برودكت، واحب افكرك دلوقتي لما كنا بنقول عندك هنا الفيكتور A دوت الفيكتور B. ما هو خلي بالك من حاجه، ان لما تقول عندك هنا كلمه برودكت يعني مالتيبليكيشن، فعندنا هنا الفيكتورز بتاعتنا عندنا نوعين من المالتيبليكيشن. في معانا السكالار برودكت خدناه قبل كده وليه العلامه بتاعته المميزه، والقاعده بتاعتنا بتكون ان الفيكتور A دوت البي بيساوي نورم ال A تايمز نورم ال B مالتبلايد كوزين الانجل A سيتا. افكرك بس عندي هنا بحاجات خدناها في السكالار برودكت الاول قبل ما ادخل النهارده على الفيكتور برودكت باذن الله النوع الثاني والدرس الاخير في يونت 3 عندنا في السوليد جيومتري. هنا لما كنا بنيجي نجيب الانجل سيتا ما بين الفيكتور A والفيكتور B، كنا بنقول ان كوزين الانجل سيتا بتساوي ال A دوت ال B اوفر نورم ال A تايمز نورم معاك ال B، واعمل شيفت كوزين. جميل جدا. طيب وهنا عرفنا عندنا قوانين الكومبوننت لما كنا بنقول يا ابطال الالجبريك كومبوننت اوف ال A in direction of ال B. كنت بتعمل ايه هنا؟ ده الاول وده الثاني، الاول في اتجاه الثاني كنا بنقول هنعمل ال A ادي الاول دوت ال B اوفر نورم معانا ال A ال B. وخدنا القاعدة الثانية وهي الفيكتور كومبوننت اوف ال A in direction of B. وكان عندك هنا في الوقتنا الفيكتور كومبوننت كنا بنركز على التاني 3 مرات. باخد الاولانية ال A واعمل عندك هنا دوت التاني الفيكتور B اوفر النورم ال B سكوير، ونلزق جنبيها ال B فيكتور بتاعنا. وده كان ملخص كده سريع جدا معانا ان احنا ازاي اتعاملنا مع السكالار برودكت باذن الله. مهم قوي برضو هنا افكرك في ان انت عندك هنا مع السكالار برودكت لو انت عندك ال A كانت اللي هي معانا ال A1 وال B1 وال C1، وعندك هنا الفيكتور B لو هو عندك كان ال A2 وال B2 وال C2. لما جيت اجيب ال A دوت ال B كنا بنعمل ايه؟ اول في اول بلس تاني في تاني بلس تالت في تالت، يعني ال A1 في ال A2 وبلس ال B1 ال B2 بلس معاك C1A تايمز ال C2. وطبعا هنا عرفنا ان الفيكتورز بتاعتنا بتكون بارلل امتى وبربنديكولار معاك امتى. هيكون عندك هنا ال A بربنديكولار مع ال B لو ال A دوت B بتساوي A 0، يبقى كده عندك ال A وال B بربنديكولار. اما عندك لو ان كان معانا هنا ال A خلي بالك كده معايا بارلل مع ال B كنا بنستنتج الريشيوز ايكوال، يعني ال A1 over A2 A1 over A2 equals B1 over B2 equals C1 over A C2. ده كده معاك كملخص سريع جدا لدرسنا اللي فات اللي هو السكالار A برودكت باذن الله، لحد ما اعمل لك بقى مراجعه ترمي لك كل الكلام ده بقوانين 100 100. طيب
لما تيجي النهارده اقول لك هناخد الفيكتور برودكت، ومعاه كده حته كده كمان جميله جدا، شويه تحابيش كده، السكيلر تريبل برودكت. طيب الفيكتور برودكت الاول نتفق ان هو هيبقى اتجاه للاجابه بتاعتنا. يعني ايه؟ يعني احنا هنعمل الاي كروس البي. ايوه، خد بالك بقى من اول اختلاف مع النوع الثاني السكيلر. هنا العلامه بتاخد علامه الملتبلاي دي وبنقراها يا صديقي ايه كروس. يبقى الاي كروس البي، او معناها الاي فيكتور برودكت مع البي، او تقراها الاي برودكت البي. انما هناك السكيلر بيتقري A دوت B، A دوت B، A دوت B، لكن دي تتقري كروس، وده الاسم الاشهر عندنا، او برودكت او فيكتور برودكت. طب الاي كروس بي بتساوي ايه عندنا؟ القاعده بتاعتنا ان احنا بناخد نورم الاي في نورم البي، كده في تشابه في القاعدتين مهم جدا. نورم مالتبلايد ساين الانجل سيتا. وهنا معاك اول اختلاف موجود، لان انت عندك هنا الاي وعندك هنا البي، بينهم الانجل ايه سيتا. تمام. مالتبلاي ساين الانجل ايه سيتا. هل كده خلصنا؟ لا، ده احنا جينا بيجي اهم حاجه في القاعده بتاعتنا، بيطلع عندنا هنا مالتبلايد سي يونت دايركشن. هو ده بقى لغز الموضوع كله معانا النهارده ان شاء الله، ان الفيكتور برودكت او الكروس برودكت بيجيب اتجاه في الاخر، ما بيطلعش اجابته سكيلر زي السكيلر برودكت هناك. وخلي بالك ان السي ده بقول عليه اسمه يونت، بص بقى الاسم ده دايركشن، يونت دايركشن، بس ايه بقى؟ بص، بيربنديكولار تو الاي والبي. الكلمتين دول هيفهموك قوي ايه اللي احنا نقصده. بص، اما بتيجي تعمل الاي كروس البي، يعني انت هتلف بالاتجاه ده كده، A كروس البي، A كروس البي. عارف لو انت بتجيب مسمار وبنربطه كده، بنربط مسمار كده، بص اللفه دي كده، اللفه دي كده اهي، شايف؟ كانت بتلف انتي كلوك وايز كده كده كده، شايف؟ وانت بتربط المسمار بيقوم طالع لفوق، او طالع لفوق. دي هو اتجاه السي بتاعت البرودكت بتاعك. تاني ابطال، لما تيجي تربط كده اهي كده انتي كلوك وايز، بتلف كده بتلف كده، لكن دي كده كلوك وايز. لما بنيجي نفك الحاجه مره كمان تفكها تاني بتنزل لتحت. تخيل كده ان في عندك مسمار وانت بتربط بيخش لجوه، بتفكه بيرجع لورا. الداخله لجوه دي او راجعه لورا ديت هو اتجاه السي اللي هو اسمه زي يونت دايركشن بيربنديكولار للفيكتورز بتاعتك الاي والبي. عشان كده ناخد بالنا من حاجه عندك هنا، ان انت لو عندك، شوف لي كده تمام، الفيكتور A اهو وادي البي، لما انت بتلف كده كده انت ماشي انتي كلوك وايز، انتي كلوك وايز ده عندنا يكون دايما هو الاتجاه البوزيتيف دايركشن، ولذلك احنا عاملين اتجاه الزد فوق بالبوزيتيف وتحت بيكون ايه بالنيجاتيف. فانت لما تلف كده انتي كلوك وايز يبقى ده البوزيتيف دايركشن، ولو بنلف عكس كده يبقى ده نيجاتيف دايركشن، وفي الوقت ده السي هيطلع لتحت معانا على طول. عشان كده نكون بإذن الله هنا حددنا حاجة، اكتبها عندك من فضلك، انك انت لما هتلف كده عندك هنا هيبقى اتجاهك اجابتك بالبوزيتيف، ولما ترجع انتي كلوك وايز اجابتك تكون بالايه؟ بالنيجاتيف. طيب جميل جدا. هل معنى كده ان الاي كروس البي هي هتبقى البي كروس الاي، ولا الاتنين بقى عكس بعض؟ ايوه برافو عليك، الاتنين عكس بعض. انما عندك هنا في الاي دوت البي هي البي دوت اي. خلي بالكم النهارده يا ابطال شباب، الحصه النهارده بتكون قوانينها كتيره شويه، بس بتتفهم بسرعه قوي بامر الله. طبعا هننفذ الحل مع بعض كده. بتتفهم قوي
لما بتكون بتحاول دايما بتفرق ما بين السكيلر برودكت والفيكتور برودكت. فعشان كده بقول لك ان الاي دوت بي هي بي دوت اي، لكن هنا عندك الاي كروس بي ايكوال نيجاتيف بي كروس اي عشان عكس بعض في الاتجاه. يا ريت بس عندك هنا في ملزمتك كده انا بوضح لك اهيت اللي هي حركه الايد بتاعتنا. لما بعمل كده بص كده اشوف ايدي كده واضح، الدوران ده كده اهو بص كده يبقى ده الاي السي. طب لو احنا بنلف بالعكس كده كده كانها كلوك كويس يبقى السي نازله الاي لتحت. دي حركه اسمها الرايت هاند عندنا. اعتقد انت مش محتاجها قوي بصراحه، لكن هي ادي تطلع لفوق كده ده اسمه انتي كلوك كويس، يبقى الاتجاه اللي فوق، ويبقى ده كده اسمه A كروس البي، يعني الاي رايحه ناحيه البي، لكن ده يبقى B كروس الاي. فدي يا صديقي استاذنك هنصلح دي تبقى B كروس الاي، وديت نازله الايه لتحت عكس السي الاولانيه. عشان كده يبقى معاك اليونت دايركشن دايما لاتجاهين، واحده فوق واحده ايه تحت، واحده في البوزيتيف واحده عكسها في الايه في النيجاتيف. طيب تعال كده نوضح جزئيه مهمه هنا ما بين الفيكتور برودكت والسكالر برودكت. مع الاي دوت بي عرفنا القاعده بتاعتنا نورم A تمام، نورم B جميل، كوزين الانجل سيتا زي الفل تمام. طيب اما مع الفيكتور برودكت او الكروس برودكت عرفنا ان الاي كروس البي بنعمل نورم الاي في نورم البي تمام، الساين الانجل مين سيتا، وما ننساش الاي الدايركشن اللي هو العمودي على الاي والبي، ده اسمه يونت دايركشن بربنديكولار للاي والبي. جميل. طيب لما نيجي نجيب الانجل سيتا بنستخدم الكوزين واعمل لها شيفت كوزين، دول بينزلوا في الديفايدد، يبقى عايزين الاي دوت البي نورم الاي في نورم البي. معلش اتحمل لي كده شويه، كل شويه بجيب لك مقارنه بين الاثنين علشان ايه تطلع ظابط حاجاتك ما شاء الله تمام. هنا بقى لما اجيب الانجل سيتا باستخدام الساين هتقابلنا مشكله في الاتجاه ده كده ايه عندنا. عشان كده هنعمل حركه، هنقوم جايين عاملين هنا نورم على الاي كروس البي، وهنا معنى كلمه نورم يعني مش هاخد اتجاه معايا، لان النورم بياخدها ماجنتيود وياخدها كمان بالبوزيتيف فاليو. يبقى النورم بيساوي نورم الاي في نورم البي، وطبعا دايما نورم الاي بوزيتيف نورم البي بوزيتيف، ودايما عندك برضو الساين سيتا بتكون ايه بالبوزيتيف. فانت عشان تخلع من السي بنستخدم ايه قاعده النورم. كده اقدر اقول لك يبقى ساين الانجل سيتا بتساوي هناك نورم الاي كروس البي اوفر نورم الاي مالتبلايد معاك نورم مين البي. يبقى انا امتى اشتغل بالساين او الكوزين؟ ده على اساس الداتا اللي يكون مديلك في مسألتك. لو بيعاملك بالدوت يبقى تعمل A دوت بي على نورم A نورم بي، وده الكوزين اعمل شيفت كوزين. لو بيعاملك بالكروس هنشوف دلوقتي الاسئله بتاعتنا، يبقى هنعمل نورم ال A كروس ال B على نورم A في نورم ال B ونعمل شيفت A ساين. حته هنا اخيره عايز انبهك ليها كويسه جدا جدا، وده بيتميز بيها الفيكتور برودكت لكن مش السكالار برودكت. لما يطلب منك يقول لك انا عايز تجيب لي اليونت دايركشن بربنديكولار للاي والبي، بيطلب في اسئله كتيره جدا 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 جدا. بص كده اهي ذا يونت دايركشن بربنديكولار تو الاي والبي. طبعا هنا عشان اجيب السي بتاعتنا هننزل ده كله بالايه تحت في الديفايدد، وبالنسبه نورمال A نورمال B ساين سيتا هي اصلا نورمال A كروس البي. عشان كده بقول هنا اليونت بيساوي الفيكتور A كروس الفيكتور B اوفر نورم A كروس البي. والقاعده دي عاديه وحقيقيه جميله جدا. ليه بقى؟ انت متعود لو هتجيب مثلا يونت اي حاجه زي البي بنعمل عندنا البي الاصلي بتاعنا اوفر نورم A
البي، ده اليونت دايركشن بتاعنا. فعندك هنا برضو اليونت للاي والبي، هنعمل الاي كروس البي على نورم الكروس ده. خلي بالك كده معايا، عايز اليونت دايركشن بربنديكولار للاي والبي، يبقى اعمل الاي كروس البي على نورم الكروس ده عندنا. يا رب تكون اخدت هنا سكرين للكلمتين دول، تمام، او كتبتهم عندك في كراسة معايا، تمام. ولو بتكتب اصب للفيديو واكتب حاجاتك براحتك، ما تتوترش. هنيجي هنا هنشوف حتة مهمة جدا هتنفعنا كتير قوي، وهي ازاي اعمل الفيكتور برودكت، يعني الكروس برودكت بس للفاندامنتال يونت فيكتورز عندنا اللي هم الاي والجي والكي. بص، طبعا انت عارف ان الكروس بيعتمد على ساين سيتا، ساين ايه سيتا. بالنسبه للاي والجي والكي، ده اتجاه الاكس، ممكن نقولها بقى الاي ممكن، وده عندك اتجاه الواي نخليها يا جماعه جي، وده عندك اتجاه الزد نخليها مين؟ الكي. وعارف ان الانجل ما بين اي اتنين بكام ديجري؟ ب 90 ديجري، تمام كده، 90 ديجري 90 ايه ديجري، التلاته متعامدين ايه مع بعض. لما اجي اعمل الاي كروس الجي كده انا بلف اهوت انتي كلوك وايز، يعني اجابتي بالبوزيتيف في الحته دي، لكن الجي كروس الاي اجابتي تبقى ايه؟ في النيجاتيف، لانك جاي كلوك وايز. طيب بص، لما اقول لك الاي كروس الجي بالقاعده التفصيليه بتاعتنا، المفروض بقى اخد نورم الاي اللي هي تبقى ب1 تايمز نورم الجي اللي هي ب1 تايمز ساين سيتا. ساين 90 عندنا ب1، ساين 90 ب1، يبقى دي ساين سيتا ملتبلاي العمودي عليهم وهيبقى هو الكي. فالاي مع الجي عمودي عليهم مين؟ الكي. عشان كده نقدر نقول ان الاي كروس الجي بتساوي على طول مين يا جماعه؟ الكي. لو عدنا نفس اللعبه دي وعملنا الجي كروس الكي، تعال نشوف كده، ها، الجي كروس الكي طبعا هنا برضو ماشيه معانا انتي كلوك وايز، نورم الجي ب1 تايمز نورم الكي ب1 ساين 90 ب1، العمودي على الجي كروس الكي هو مين؟ الاي. عشان كده يبقى جي كروس الكي بتساوي مين؟ الاي. دي بقى لفه مستمره، الاتنين يجيبوا التالت على طول. الاي كروس الجي تساوي الكي، الجي كروس الكي تساوي الاي، الكي كروس الاي تدينا الجي. انما لو احنا بنعكس جي كروس الاي تطلع نيجاتيف كي، عشان انت كده نزلت اي كلوك وايز. طب اي كروس الكي نيجاتيف جي، طب الكي كروس الجي نيجاتيف مين؟ الاي. طيب عايزك هنا تفتكر معايا تاني وتفكرني لما كنا بنعمل الاي دوت الاي. شوف بقى، الاي دوت اي معانا كان معناه ان انت كنت بتعمل نورم اي في نورم اي، تمام، في كوزين الانجل ما بينهم. طبعا اي دوت اي بينهم انجل زيرو، الاتنين ماشيين مع بعض، كوزين زيرو ب1، يبقى نورم ده في نورم ده في كوزين في الاخر بكام؟ ب1. الاي دوت اي كان بيساوي عندك ايه؟ 1. انما الاي دوت الجي بيساوي زيرو، عشان بينهم 90 وكوزين 90 بكام؟ بزيرو. فهنا قاعدة دائرية ماشية في الكروس معانا، اي كروس جي تجيب الكي، والدايرة ماشية معاك منتظمة وثابتة في مكانها كده، خلي بالك. ولذلك في الأول خالص كنا دايما بنقول معاكم إيه؟ الإكس هنا، الواي هنا، الزد هنا، عشان نثبت مكان الاي والجي والكي لوقت النهارده اللي احنا احتاجناه فيه بإذن الله. طيب هنا دلوقتي هثبت لك حتة مهمة قوي، جميلة جدا وخطيرة قوي معانا في شغلنا. لو انا جيت عندي هنا الفيكتور A وده كان موجود معاه AX و AY و AZ، يعني معانا 3 ايه كومبوننت. وعندك كمان الفيكتور B وده كان عندنا BX، وعندك هنا BY و BA و BZ، معاك برضو 3 ايه كومبوننت. لما نيجي نعمل ال A كروس ال B، هنا الطريقة بتاعتنا بتكون ديترمينانت زي ما شفناها قبل كده في أولى ثانوي، ودايما بنخلي الرول الأولاني بنخليها I و J و K، ديت بالنسبة لك
رو ثابت عندنا. اما الرو التاني يبقى ده والتالت يبقى ده بالترتيب بتاعهم بالظبط. يعني عندك هنا AX و AY و AZ، وعندك هنا BX و BY و BZ. وبالنسبة لكده لشغلنا في أولى ثانوي، أما كنا بنفك عندنا الديترمينانت كنا بناخد أول رو نشتغل بيه ونقول كده أهو آدي الأي بتاعتنا، وناخد خلي بالك تاني أول رو نشتغل بيه. أما أجي أسحب الأي أهيت، أجي الوسطاني بيبقى فيه عندي ماينس الجي وادي تايمز البراكت. تخلي بقى الأي هنا أو هنا مش فارقة. أجي بقى على الأخير أبلس براكت تايمز مين؟ الكي. فدايما عايز أقول لك لما بنستخدم أول رو الإليمنت الأولاني بيبقى زي ما هو، التاني بيجي له نيجاتيف، التالت بلس زي ما هو. ولما بنخبي الأي بنعمل ده في ده ماينس ده في ده. طيب عشان انت ناسي اكيد موضوع الديترمنت بتاعنا قبل كده من اولى ثانوي، لو عندي ديترمنت عندي اوردر 2 باي 2، يعني مثلا عندك هنا 3 و2 و4 و8، عشان نفكه كنا بنعمل المين ماينس الاذر. المين اللي هو ده اسمه المين دايجونال، وده اسمه الاذر دايجونال. 3 تايمز ال8 كده حسبت المين ماينس دي ثابته، والاذر 2 تايمز ال4، يعني احسب 24 ماينس ال8 في الاخر اجابتك بكام؟ بال16. اما لو كان الترمنت عندك هنا ثلاثي زي كده 3 باي 3 3 رو 3 كولم، فهناخد اول رو نشتغل بيه اول اليمنت معانا ملتبلاي براكت هيجيله دلوقتي، التاني بيجيلي بالماينس على طول عكس علامه، الاخير معانا. كان ممكن افهمك الماينس جت منين، بس هما لغوا مع النظام الجديد بتاعنا في منهجنا الجزء ده من الالجبرا عندنا. طيب لما تخبي بقى عندك الاي تمام، وده كده كده خلاص اختفى عندنا، هيفضل لك دول هتعمل المين ماينس الاذر، يعني الاي واي في البي زد ماينس الاي زد في البي واي. لما تيجي عندك تخبي الكولم بتاع الجي هيظهر لك الاربعه دول، هتعمل AX في البي زد اهي AX بي زد ماينس الاي زد وبي اكس. طب لما تيجي بقى تخبي عندك عمود الكي يبقى تعمل الاي اكس بي واي ماينس الاي واي والبي اي ابطال والبي اكس. ده كده بالنسبه لك هي الطريقه اللي احنا نفك بيها الكروس عندنا برودكت، وهتطلع معاك الاي والجي والكي. حابب تخلي الجي تبقى هنا كده والماينس ديت مفيش اي مشكله، اهم حاجه تعرف ان مع الجي يبقى في ماينس عندنا بتيجي في القاعده اداش على طول معانا تمام. طيب بالمقارنه بقى لو احنا بنقول هنجيب الاي دوت البي، لا الدوت عادي مش محتاج كل المتاعب دي، بنعمل اول في اول اي اكس بي اكس وبلس، ودايما بلس تاني في تاني وبلس معاك تالت في تالت بس كده. يبقى نقدر نقول دلوقتي نحط ايه؟ ان الاي دوت بي في الحته السهله تك 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 اول تاني تالت 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 كله بلس مع بعضه. اما الكروس الحته البطيئه عايزه ديترمينانت، والاي والجي والكي اساسي عندنا، ونشتغل بالرو ايه والكولم بتاعتنا. طيب تعالى كده ننفذ هنا نشوف الدنيا معانا ازاي. بقول ان الاي ايكوال 2i ماينس 3j بلس الكي. طبعا لما بتخليها بالكارتيزيان يعني شيل الاي خالص والجي وشيل ايه الكي، بتقدر تشوف المسألة يعني اوضح بكتير. وادي عندك هنا الاي ما ظهرتش يبقى انا عندي زيرو، وادي ايه تمام. عايز الاي كروس البي، من هنا يا صديقي الاي كروس البي هتقوم عامل الديترمينانت الحته البطيئه بقى زي ما قلنا، امشي ببطء كده براحتك، اي وجي واي والكي. التنفيذ بالايد سريع جدا ما شاء الله. خلي بالك الفيكتور الاولاني اجباري يكون هنا، خلي بالك عشان لو بدلنا بيعكس الاتجاه ويعكس العلامات بتاعتنا. فالاقي عندك 2 نيجاتيف 3 1
وعندك 0 3 نيجاتيف 1. هتقوم انت جاي كده بالنسبه للاي ادي مديها البراكت، بالنسبه للجي افضل تبقى كده جنب البراكت والنيجاتيف بتاعتها، افضل دايما نيجاتيف جي تبقى مع نفسها كده عشان ما تنسوش العلامه بتاعتها. وبالنسبه عندك للكي اهوت وادي البراكت ايه بتاعه. طيب تعالى للاي، اخفي ده كده خالص بقى. هتحط ايدك هنا ونعمل نيجاتيف 3 باي نيجاتيف 1 ادي 3 ماينس اساسيه، وده في ده معاك بكام؟ ب 3. تخبى بقى الجي 2 باي نيجاتيف 1 بي نيجاتيف 2 وماينس 1 في 0 بايه؟ ب 0. تيجي بقى عند الكي يبقى 2 باي 3 معانا ب 6 وادي ماينس الايه؟ ال 0. يطلع هنا طبعا ب 0 كده الاي تختفي خالص تمام. نيجاتيف 2 ماينس 0 بنيجاتيف 2 ومعاك نيجاتيف بره يبقى بوزيتيف 2 اي جي، وعندك هنا وبلس 6 اي كي. بس كده خلصت كده، جبت الاي كروس البي. طب مستر اكتبها 0 و2 و6 بالالجبريك او الكارتيزيان زي ما اتعودنا ولا في اي مشكله؟ عادي جدا تمام. اهم حاجه انك انت تكون شفت ازاي بننفذ معانا باذن الله يا شباب، ازاي الديترمنت بتاعنا. طيب بص كده، نورم ايه نورم بي اعطاهم لك وانجل سيتا، عايز منك نورم الاي كروس بي. طبعا انت عارف هنا ان نورم الاي كروس البي هي النورم هتشيل الاتجاه خالص من مسألتك، يعني تشيل السي من عندنا خالص. فعشان كده بنعمل او بنجيب نورم الاي في نورم البي ملتبلاي ساين انجل مين؟ السيتا. وانت عندك نورم الاي ب 12 ونورم البي ب 20 وملتبلاي ساين مين عندنا؟ ال 60. احسب كده اجابتك معانا كده، يلا بآلتك الحاسبة. يبقى عندي 12 تايمز 20 ملتبلاي ساين ايه؟ 60. يطلع معانا الإجابة بأبروكسيميشن to 207.846 وهكذا. أو ممكن لو أنت آلتك بتجيب عندك السكوير روت بتاعتنا هتبقى في الآخر 120 روت ايه 3، برضو 100 صح تمام. طيب نفذ هنا معايا كده، بيقول لك لو الاي كروس البي بتساوي الكلام ده، وهو مديك عندك هنا الاتجاه السي عادي جدا، والنورمال اي موجود نورمال بي موجود، طلباتك find the measure of a the angle between A و B. طبعا هنا هو بيوجهنا وبيحدفنا في حتة ان الكروس عندنا موجودة، يبقى نروح بقى ايه نفتكر ان ساين الانجل سيتا كانت بتساوي ايه؟ ها نفتكرها، ساين انجل سيتا نورم الاي كروس البي اوفر نورم الاي وحده في نورم البي وحده. واحب افكرك عشان ما تتوهش الدنيا معاك، الاي دوت بي اما كنت بجيب الكوزين سيتا كان تحت برضه نورم ايه نورم بي، بس كان فوق ايه دوت بي. هنا بقى مع الكروس برودكت ساين سيتا تحت برضه نورم ايه نورم بي، بس فوق بقى النورمال كروس. طيب دور محب عندك هنا الكروس هنا هتجيبها ازاي؟ يعني هتشيل الاتجاه ده كده خالص وتاخد اجابتك بالبوزيتيف، يبقى 40 روت اي 3. نورم ايه عندنا تحت كان ب 16، نورم بي عندك بايه؟ ب 5. اعمل الكلام ده بقى عندك هنا شيفت ايه؟ شيفت ساين. يبقى دوس كده شيفت ساين، اعمل فراكشن، اكتب فوق 40 روت 3، انزل تحت 16 تايمز مين؟ ال 5. يطلع معاك الاخر الانجل كانت ب 60 ديجري عندنا تمام. طيب لما بتيجي عندك هنا بتقول لي لو الاي بتساوي الكلام ده والبي بتساوي الكلام ده فايند الاي كروس البي. طبعا هنا كان عندي الاي بتاعنا كانت نيجاتيف 2 و3 وال1، والبي عندنا اصدقائي كده كانت 1 و2 وال4. الاي كروس البي يبقى انا هستخدم عود باقي ده كده معانا الديترمينانت عندنا، واللي هو بنجيب بقى الاي والجي واي والكي. وعندك نيجاتيف 2 3 1 وعندك 1 و2 a و4. وهنا هتقوم انت جاي براكت للاي ماينس الجي
كده تمام. وادي معاك الايه الكي. طيب الاي بتاعتنا اخفي ده خالص كده. يلا نخبي الاي، يبقى 3 باي 4 ب 12 ماينس 2. نخبي الجي، نيجاتيف 2 باي 4 بنيجاتيف 8 وماينس الايه ال1. طب نخبي الكي، تبقى عندك نيجاتيف 4 ماينس ال3، نيجاتيف 4 ماينس معاك ال3. هنا حساباتك 10 مع الاي، نيجاتيف 9 يبقى بوزيتيف 9 مع الجي، وهنا عندك نيجاتيف 7 مع مين؟ مع الكي. ده كده اللي انت جبته الاي كروس البي. طيب قال لي then deduce the unit vector perpendicular للاي والبي. يبقى هو كده عايز مني السي بتاعتنا اللي هي كنا بنعمل ايه؟ بنقول عندنا ها الاي كروس البي اوفر نورمال اي كروس البي. طيب التنفيذ هنا ازاي؟ ادي عندك هنا الاي كروس بي جبناها كانت ب 10 و9 ونيجاتيف ايه 7. طب النورم بقى هنا يبقى اعمل ده نورم اللي هو هيجيب سكوير روت 10 باور 2 ب 100، 9 باور 2 ب 81، 7 باور 2 ب 49. يعني 10 و9 ونيجاتيف 7. احسب بقى ده من فضلك يلا كده، اللي هو عندك سكوير روت 100 وبلس 81 وبلس 49، يطلع معاك هنا روت 230. ينفع ان انا اديها دينومينيتور هنا وهنا وهنا، ممكن نسيبها كده في الاخر. هو ده اليونت بربنديكولار فيكتور بتاعنا للاي والبي. طيب هنا بيقول معانا لو الاي عندك 1 و 2 1 والبي عندك 3 1 و 2، فايند الاي كروس البي. طبعا الاي كروس البي هنا عندنا يبقى هنعمل ديترمينانت، وادي معاك الاي وادي الجي وادي معانا ايه الكي. الاي معانا هيبقى 1 2 1، ده كده اللي مع الاي، وادي معاك 3 1 و2 ده ايه البي. يلا بسرعة كده، ادي الاي ماينس وادي الجي وبلس معانا وادي ايه الكي. طبعا ده كده بتخفيه خالص عشان ما يزولكش. خبيت الاي 2 باي 2 عندي هنا 4 ماينس ال1. خبيت الجي 1 باي 2 ب 2 ماينس ال3. خبيت معانا الكي يبقى 1 باي 1 ب 1 ماينس ال6. ومن هنا يبقى انت عندك كده 3 مع الاي، ونيجاتيف 1 معناه يبقى بوزيتيف الجي، ومن نيجاتيف ال5 ايه الكي. طيب لما يجي لي انا عايز بقى هنا البي كروس الاي، البي معانا كروس الاي، وتيجي عندك كده شوف برضو ادي الاي ادي الجي وادي معانا ايه الكي. البي كروس الجي، البي عندنا كانت هتبقى 3 1 و2، وهنا عندك 1 و2 1. ممكن كنت اجيب الاجابه بسرعه ان انا اعكس، يبقى نيجاتيف 3 نيجاتيف 1 بوزيتيف 5. بس انا عايزك تقتنع لما انت تبدل البي مكان ايه يحصل ايه. تعالى كده ادي معانا الاي ماينس عندنا الجي وبلس معانا كمان مين الايه الكي. خبينا دي، نيجي عندي هنا يبقى 1 باي 1 ب 1 ماينس ال4 هيجيب نيجاتيف ايه 3. نخبي دي 3 باي 1 ب 3 ماينس ال2 يبقى عندك ايه ب1. طب نخبي دي يبقى عندك 6 ماينس ال1 بكام ب5. لاحظ اجابتك بقت نيجاتيف 3 اهي مع الاي وماينس الجي وبلس ال5 مين الكي. طلعت دي بالظبط عكس دي. بعتبرها كانت اثبات ليك ان الاثنين فعلا عكس بعض. طيب عايز اليونت فيكتور بربنديكولار للاي والبي. كده بقى اليونت يبقى انت مقتنع ان في اتجاهين، في اتجاه فوق وفي اتجاه عكسه ايه تحت. لما تجيب بقى عندك اليونت بربنديكولار فيكتور معاك هنا تمام، يبقى انت هتعمل الحركه دي، تقول بقى ان السي بتساوي الاي كروس البي اوفر نورمال اي نورمال اي كروس البي. بالنسبه حاول بقى تعود ايدك على الاي، اما تجيب اليونت العمودي على الاي والبي، اي كروس بي على النورم بتاعهم
نورمال A كروس البي. A كروس B عندنا كانت ب 3 و 1 ونيجاتيف A ال 5. نورمال A كروس B نورمال الكلام ده يبقى سكوير روت 9 وبلس 1 وبلس 20 A ال 5. يطلع هنا معاك هتبقى ب 10 تمام كده وبلس 25 يعني ايه؟ تبقى 35. يعني انت في الاخر 3 1 ونيجاتيف 5 اوفر روت ايه بقى؟ 35 كده مظبوط تمام؟ ماشي؟ ممكن روت 35 تروح بقى هنا كده كده مرة وكده مرة وكده برضو معاك عادي، او نسيبها اليوم كله. المهم ان انت بعد ما جبت كده اجابتك هتحط البوزيتيف والايه والنيجاتيف. البوزيتيف اللي كان طالع والنيجاتيف اللي كان ايه نازل. انت كده قشطة عليك قوي قوي ما شاء الله 100 100. نفذ كده سؤالك بايدك عشان تعود نفسك كده. ادي معاك الاي وادي عندك البي، عايز الاي كروس البي. يبقى كده عندي الاي كروس البي، عملت عندك ال ديترمينانت والاي والجي والكي طبعا ثابتين معانا باذن الله. 1 0 نيجاتيف 2 2 نيجاتيف 1 وايه و 3. يلا كده ادخل معانا كده على الاي وبعد كده ماينس، اجيب بس لون مختلف ايوه كده الجي وبلس عندنا الايه الكي. نخبي يلا كده عندنا الاي عندنا يبقى عندي 0 باي 3 ب0 ماينس ده في ده بكام؟ ب2. خبي الجي 1 باي 3 معانا هنا 3 ماينس وده في ده معاك بنيجاتيف ال4. بص كده نيجاتيف ال4. تعالى بقى عندك هنا للجي نخبي ده كده الكي 1 في نيجاتيف 1 بنيجاتيف ال1 وماينس الايه ال0. وهنا يطلع معاك اجابتك النيجاتيف 2 اي وادي يبقى بوزيتيف 7 نيجاتيف بقى 7 جي هنا 3 بلس ال4 يبقى 7 ومعاك نيجاتيف بره نيجاتيف 7 جي وعندك هنا نيجاتيف ايه ال1 مع الكي. طيب عايز اليونت بربنديكولار للاي والبي. هقول له بقى ان السي بتاعنا بتساوي الاي كروس البي اوفر نورم معانا الاي كروس ايه البي. يعني عندك نيجاتيف 2 ونيجاتيف 7 ونيجاتيف 1 على النورم بتاعه اللي هو يبقى سكوير روت 4 بلس معاك ال 49 وبلس معاك الايه ال1 اللي هي روت 54. تحسب روت عندك 54 كده تطلع 3 روت 6. يبقى انا عندي نيجاتيف 2 ونيجاتيف 7 ونيجاتيف 1 اوفر 3 روت ايه 6. ويا ريت بعد ما نخلص نحط البوزيتيف والايه والنيجاتيف. لو انت نسيت بوزيتيف ونيجاتيف الموضوع عادي جدا صح 100 100. تحطها برضه موضوع عادي جدا صح 100 100. شغال. طيب تعال نشوف كده السؤال جه في 2020. بيقول لك لو الاي كروس البي كان تمام كده مدينا الاجابه. بيعرفني ان السي هو اليونت فيكتور بربنديكولار عندك للاي والبي. قلت له ماشي. نورمال الاي موجود البي موجود. ايه موضوعك؟ عايز الانجل ما بين الاي والبي. بفكرك تاني بقى ان ساين الانجل سيتا كانت بتساوي نورم الاي كروس البي على، طبعا انا بحاول اخليك ان انت تستخدم بقى ايه الحاجه وتطبق عليها، فعشان كده بجيب لك الافكار وتطبق بقى انت كمان. نورمال اي كروس البي يبقى 65 بشيل اتجاه وبشيل علامه على نورمال ايه معانا كانت ب5 نورمال بي ب 26 واعمل الكلام ده شيفت ساين. يعني تدوس بقى كده عندك شيفت ساين 65 اوفر 5 تايمز ايه 26 يطلع معاك الاجابه في الاخر سيتا ب 30 ايه ابطال الديجري. طيب عايز اقول لك كده الباراليزم لاي اتنين فيكتور معاك. شوف طبعا لما يكون الاي باراليل مع البي الاتنين ماشيين مع بعض خد بالك فبينهم انجل ايه 0 والانجل 0 الساين بتاعتها بتساوي 0. عشان كده لو ان عندك هنا الاي كانت نقول مثلا A1 و B1 و C1 والبي عندنا كانت A2 و B2 و C2.
صراحة الباراليل بتاعتنا ليها عندنا 3 أشكال، لكن أهمهم وأحسنهم إن الريشيوز هتكون equal A1 over A2. A1 over A2 بتساوي B1 over B2 equal C1 over C2. وممكن أثبتها لك، وأنا هثبتها لك عشان تكون مقتنع تماما إن في الباراليل الريشيوز equal. هثبتها لك حاضر. في عندنا شكل تاني اللي هو يبقى ال A كروس ال B أكيد بتساوي 0 فيكتور، لأن ساين 0 ب0. استخدامها عندنا قليل أوي أوي أوي، لكن ده اللي استخدامها بص منتشر جدا جدا. حتى بقى قبل كده من أولى ثانوي أما يكون الحاجة باراليل لحاجة بيكونوا ماشيين مع بعض هما الاتنين. فعشان كده بقول يبقى ال A بتساوي constant multiplied الفيكتور B. الكونستانت هنا اصل الباراليل بيكون عندنا درجات. يعني ايه؟ يعني ممكن يبقى انت ماشي كده والتاني قريب منك او بعيد شويه او بعيد شويه، ففي ايه؟ درجات. الدرجات دي بيحددها الراجل ده. فلما يكون عندي الفيكتور بيساوي اي كونستانت في الفيكتور تاني، ده معناه ان الاتنين باراليل مع بعض وليهم درجات ومختلفه وهكذا. نقول في الاخر احسن حاجه للباراليزم في التعامل ان الريشيوز عندنا بتكون ايه؟ ايكوال. طب ممكن تديني فرصه اثبت لك ليه الريشيو دي طلعت عندنا كده؟ بص، لما انت بتقول عندك ال A كانت equals A1 و B1 و C1، ومعاك ال B قلت لنا equals ال A2 وال B2 وال C2. هو بس الاثبات للاقتناع بس مش اكتر. لو هما الاتنين كانوا باراليل مع بعض فده معناه ان ال A كروس ال B اكيد بيساوي مين؟ الزيرو. طيب الكروس عندنا بعمل ديترمينانت I و J و A و K. طبعا هنا عندك ال A وال B وال C 1 1 1 ده ال A، وال A وال B وال C 2 2 2 ده A ال B. لما اجي هنا بشتغل بناخد براكت لل I وبعد كده ماينس براكت لل J وبلس معانا براكت لل A لل K، وده يختفي وتعالى نتعامل. لما نخبي دي هنا معاك يبقى B1 C2، بص كده B1 C2 ماينس C1 B2 ادي C1 و BA2. طب تعالى بقى عند الجي نخبي دي يبقى A1 C2 اهي A1 C2 ماينس مخبيين الجي A2 C1 A2 C1. طب عند الكي نخبي دي A1 B2 يبقى A1 B2 ماينس A2 B1 ادي A2 B1 ده كده ايه مع الكي. معنى ان انت بتساوي زيرو فيكتور يعني هنا بزيرو هنا بزيرو هنا بايه؟ بزيرو. تعال ناخد مثلا اي واحده منهم ونشوف نوصل لايه. لو خدنا الكومبوننت الاولاني B1 C2 ماينس C2 B1 بتساوي الايه؟ الزيرو، سوري C1 و B2. لو نقلت ده هناك بالبوزيتيف يبقى انت عندك هنا B1 C2 equal C1 و BA2. ممكن اجيبها ريشيو، انزل B2 هنا وانزل C2 هنا، كده تلاقي نفسك وصلت في الاخر ان B1 اوفر ال B2 بتساوي C1 اوفر ال CA2. شفت الريشيو اللي جات لك دي؟ لو انت مثلا اخدت الثانيه او الثالثه، سي الثالثه معاك A1 B2 تبقى بقى equal A2 B1 عشان دي بتساوي 0. لو نزلت عندك هنا ال B2 وال A2 هيبقى A1 اوفر ال A2 تساوي B1 اوفر A ال B2. ففي الاخر قلنا يبقى التلاته ريشيوز مع بعض ايه؟ هيكونوا معاك ايكوال بالظبط. طيب هنا بيقول معانا let the vector A بتساوي 3i و 2lj و نيجاتيف 12k، والبي بتساوي الكلام ده، وهما الاتنين كانوا باراليل. هات ال والام. عشان عندك بقى ال A باراليل مع ال B يبقى على طول بنفذ الريشيو A بتاعتنا اللي هي A1 over A2 يعني 3 over 12 B1 over ال B2 يعني 2L over ال 1. تمام كده. طب و C1 over C2 يعني نيجاتيف 12 over A
هاف ام. كده اقدر اجيب ال 2L كروس مالتيبليكيشن، 2L بتساوي ده في ده ديفايد ده، او تعمل اسهل دول مع بعض 24L بتساوي 3 وانزل في الديفايدد ال بتاعنا ايكوالز 1 اوفر ال 8. برضه اجي عندي هنا ممكن استخدم بقى دي مع ده عشان اللي لسه هعوض تاني مش لازم. هعمل هاف ام تايمز 3 يبقى 1.5 ام، وده في ده نيجاتيف 144 وانزل في الديفايدد. يلا احسب كده بقى معايا هنا نيجاتيف 144 ديفايدد 1.5 طبعا الاجابه بنيجاتيف 96. يبقى المهم ان احنا اعتمدنا باذن الله على البريل بتاعنا ان الريشيوز بيكون ايه معانا عندنا ايكوال. طيب هنا سؤالك بيقول معاك لو عندك ال A وعندك ال B وعندك ال C، طبق كده سؤال جه في امتحانات والاتنين بارل مع بعض، هات نورم ال C. تعال نستخدم دي. لما عندي ال A بارل مع ال B يبقى انا اكيد الريشيوز ايكوال، اللي هي A1 over A2 1 over K بتساوي 6 over 3 وبتساوي 2 over مين ال M. هنا اقدر اجيب ال K بتاعتنا 1 by 3 تايم ديفايد ال 6 يطلع معاك ب 1 over 2، والام 2 باي 3 اوفر 6 بكام؟ ب 1. عايز نورم ال سي. ال سي بقى نفسه هنا بيستخدم الكي اللي هي معانا يبقى 1 اوفر 2، وبيستخدم الام اللي هي عندي ب 1، وبيستخدم الكي بلس الام يعني هاف بلس ال 1 ب 1.85. ومن هنا يبقى عندك كده بقى نورم ال سي بتساوي سكوير روت 1 اوفر 4 وبلس ال 1 وبلس ال 1.85، هاف باور 2 ب 1 اوفر 4، 1 باور 2 ب 1، وهنا عندك 1.5 باور 2 على طول تبقى 2.285. يحسب كده بقى عندك سكوير روت. تمام، يطلع معاك الإجابة في الآخر equals روت 14 over A L2. طيب عايزين كده نقول حاجة، إن أنا عندي هنا لو في عندك بوينتس A و B و C هيبقوا عندك البوينتس ديت كولينير على خط واحد بشرط. بص كده، طبعا لما تقول لي عندك هنا ادي ال A وادي ال B وادي معاك ال A ال C، التلاتة هيكون عندك هنا كولينير. ده معناه ان الفيكتور AB والبي سي او الاي سي، وفي عندك هنا تلاتة فيكتور موجودين ماشيين مع بعض، AB BC AC، التلاتة ماشيين بارل مع بعض، بارل ايه مع بعض. عشان كده اقدر اقول ان يبقى ال AB كروس ال BC بتساوي ايه؟ الزيرو. فدايما اثبات الكولينير او من الكولينير ان الكروس الاتنين فيكتور ماشيين بيساوي ايه؟ زيرو فيكتور. الاسهل الريشيو بقى، لان هما الاتنين بارل مع بعض. تمام، يبقى اقدر اقول ان الريشيوز هتكون عندك ايه؟ بزيرو. ودي تكتبها عندك كده ان الريشيوز هتكون الريشيوز ايه؟ ار، الريشيوز ار ايكوال، انما الكروس هو اللي بزيرو. فتاني اما تسمع عندنا في الفيكتورز ان في باراليل او كولينير، يبقى الريشيوز تعملها ايكوال او الكروس ايكوال زيرو. ايهم اسهل؟ طبعا الريشيوز ار ايكوال. هنا السؤال بيقول لي بروف ذات ان الاي والبي والسي ار ايه؟ كولينير. عشان تشتغل السؤال ده اثبات، ممكن الاول اجيب الفيكتور اي بي اللي هو بعمل البي ماينس الاي. نفتكر ابطال الكلام ده، يعني 4 ماينس 1 معانا هنا 3، 0 ماينس 2 نيجاتيف 2، 4 ماينس 3 بكام؟ ب 1. ونجيب كمان الفيكتور بي سي او اي سي، مش هتفرق معايا الحته دي كتير، سي ماينس البي يعني نيجاتيف 2 ماينس ال 4 نيجاتيف 6، و4 ماينس ال 0 عندك ب 4، و2 ماينس 4 بكام؟ بنيجاتيف الايه؟ ال 2. من هنا لو انت جيت عشان تثبت هتعمل الحركه دي، الاي بي كروس البي سي لازم تتطلعها له بكام في الاخر؟ بايه؟ بزيرو. ادي عندك الاي وادي الجي وادي معانا مين؟ الكي. ادي هنا 3 نيجاتيف 2 وال1 نيجاتيف 6 و4 ونيجاتيف 2. هنخبي طبعا اول براكت ادي الاي، وبعد كده عندك هنا نيجاتيف
جي، وبعد كده عندك بلس مين تاني هنا مع الايه الكي. لما نخبي ده تقوم تمشي دي كده معاك، ده في ده عندك ب4 وماينس ال4، ده كده معاك يبقى 3 باي نيجاتيف 2 نيجاتيف 6، وهنا ايه ماينس نيجاتيف 6 يبقى بلس 6. ده معاك هنا مع كده، ده في ده معانا ب 12 وماينس ايه 12، تطلع 0 0 0، يبقى انت كده في الاخر بقت ايه 0 فيكتور. الاسهل بقى من ان انت تخش على الكروس ده كده، هتجيب له الريشيوز اللي هي بقى عندك هنا اهي 3 اوفر نيجاتيف 6 بتساوي نيجاتيف هاف، ونيجاتيف 2 اوفر 4 معانا بتساوي نيجاتيف الهاف، و1 اوفر نيجاتيف 2 اهيت اللي هي نيجاتيف هاف. عشان التلاتة ايكوال يبقى البوينتس ار ايه كولينير. طيب رايحين دلوقتي كده يعتبر لايه لاخر رول معانا هنا في الزحمه دي، وبعد كده حته بسيطه قوي سهله قوي ما شاء الله. بص دلوقتي هنتعامل مع الفيجرز بتاعتنا، الاشكال زي الباراليلوجرام. لو انا عندي باراليلوجرام وفي اتنين فيكتور هم واخدين السايدز بتاعته، يعني بنقول عليهم اسمهم adjacent vectors، دول كده واخدين السايدز يعني adjacent vector. طبعا ده كده الهايت اللي هو يعتبر اوبوزيت للانجل سيتا، يبقى الهايبوتنس ساين سيتا. عشان اجيب الاريا بتاعت الباراليلوجرام بعمل البيز ملتبلايت الهايت. نورمال ايه في الكلام ده كده، بص خد بالك اريا اوف ذا باراليلوجرام ها بيز ملتبلايت مين الهايت، يعني نورم الاي ملتبلايت الهايت اللي هو نورم البي ساين مين السيتا. وديت ليه جت كده؟ عشان دي في وش الانجل، يبقى النورم تايمز الساين يجيب الهايت ايه ده. طبعا ده كده بيفكرك نورم الاي نورم البي ساين سيتا، ده اللي هو نورم الاي كروس البي، هي الحته دي. عشان كده لما يكون مديني الشكل باراليلوجرام ومديني تو فيكتورز على السايدز بتاعته وعايز الاريا، اكون عرفت كده ان اريا باراليلوجرام نورمال كروس. نورم الكروس مهمه جدا جدا جدا. طيب نفترض ان احنا جينا عايزين نجيب التريانجل اللي هو ده كده، هستأذنك نشطب دي كده خالص كده. التريانجل اللي فيه برضو الاي والبي، طبعا التريانجل نص الباراليلوجرام، عشان كده في الحته دي يبقى نقدر نقول ان اريا اوف ذا تريانجل هتبقى هاف ال اي كروس ال بي. وده يا صديقي مهم جدا تاخد بالك، لو عندك اتنين فيكتور ادجيسنت في الباراليلوجرام يبقى الاريا نورمال كروس. طب الاريا تريانجل نص نورمال كروس، عشان كده توايس اريا تريانجل بتساوي الكروس عندنا. توايس اريا تريانجل هتبقى نورمال اي كروس البي. طيب نقول برضو هنا حتة، لو كان عندي كده شفنا عندنا قاعدة التريانجل تمام، يبقى هاف نورم الكروس بتاعتنا. طيب ركز في الجزئية ديت قوي لو سمحت. لو مدينا ان الاي والبي واخدين دياجونالز في الباراليلوجرام او في الكوادري لاترال اي شكل رباعي، هنا عندك بالنسبة لك الدياجونالز تستخدم في الاريا. خدناها قبل كده في اولى ثانوي ان الاريا للكواد بتساوي هاف ملتبلاي دي 1 تايمز دي 2 ملتبلاي ساين ايه الانجل سيتا. طيب لو اشتغلنا شغل فيكتورز بقى عندنا كده، يبقى هاف ملتبلاي دي 1 يعني نورم الاي، طيب ودي 2 يعني نورم البي، وساين انجل مين سيتا اللي هي بينهم سواء دي او دي او دي او دي مش فارقه. طبعا الجزء ده كده هو نورم الاي كروس البي، عشان كده يبقى الاريا هاف تايمز نورم الاي كروس البي. يبقى انت كده بطريقه بسيطه، احب معلش كده الخص لك الكلمتين دول. عرفنا عندنا كده ان لو في عندي باراليلوجرام وادي الاي وادي البي، الاريا بتاعته هنا بتساوي نورم الاي كروس مين البي. طيب عندك تاني لو في عندنا تريانجل الاي والبي تمام كده، يبقى الاريا بتاعت التريانجل بتساوي هاف الاي كروس البي عشان نص باراليلوجرام.
اما لو في عندي بقى كوادريلاترال ومع التو دياجونالز يبقى الاريا بتاعته في الوقت ده هاف نورم الدياجونال A كروس الدياجونال A ابطال البي. تلاحظ انها تشبه قوي اريا الترينجل بتاعتنا، بس الفرق دول بيبقوا سايدز لكن دول دياجونالز، والاسئله هنشوفها بيوضحها لي ازاي معانا. طيب تعالى كده ننفذ هنا اسئله على الكلام ده. الاي معانا، البي معانا، then the area of the parallelogram. بص كده which لازم يعرفك بقى، قال لك A و B two adjacent sides. يبقى انا كده اقدر اجيب الاريا area of the parallelogram الكروس بتاعنا على طول نورمال A كروس البي، انما الترينجل نص الكروس. طب ازاي نجيب الاي كروس البي بقى؟ حاضر استنى. الاي كروس البي لازم نعمل ديترمينانت، دي بقى الحته اللي تكون متعود عليها، اي وجي وعندك مين الكي. نيجاتيف 3 1 و2 و3 و4 ونيجاتيف 1. نيجي عندك كده للاي، وبعد كده معاك هنا نيجاتيف الجي، وبعد كده عندك بلس مين الكي. طيب نخبي دي كده، يلا الاي اختفت، يبقى 1 باي نيجاتيف 1 بنيجاتيف 1 اهيت ماينس 8. نخبي دي نيجاتيف 3 في نيجاتيف 1 ب 3 ماينس عندك ايه ال 6. طب نخبي دي يبقى نيجاتيف 12 اهيت وماينس ال 1 باي 3 بكام؟ بال 3. تطلع هنا معاك نيجاتيف 9 اي، نيجاتيف 3 ونيجاتيف بوزيتيف 3 جي، ومعاك هنا نيجاتيف ايه 15 كي. كده يبقى انت جبت الاي كروس معانا البي. طب ممكن تحسب بقى النورم من فضلك، انت عايز بقى النورم، يعني سكوير روت 81 وبلس ال 9 وبلس 225، ويلا دوس ايكوال معاك. سكوير روت 81 بلس 9 وبلس معاك 225، يطلع معاك الاجابه ب 3 روت 35. 3 روت 35. طيب هنا بيقول معانا find the area of the triangle. ركز كده، triangle لو ال A وال B adjacent sides، وادي ال A وادي ال B. طبعا انا عارف ان area للتريانجل بتبقى half النورم ال A كروس مين ال B. يبقى انا كده لازم بقى اجيب الاول ال A كروس عندنا ال B اللي هو نعمل يلا الديترمينانت بتاعتنا ال I وال J ومين ومعانا ال K. الاي معانا ادي 3 والجي معاها 1 والنيجاتيف 2، تعال بقى ننزل على البي. الاي ب 1 نيجاتيف 3 ومين وال4. لما هنا نجيب براكت للاي وبعد كده عندك ماينس، اهم حاجه دي اوعى تنساها لو سمحت، وبعد كده عندك بلس مين بعد شويه الكي. طيب يلا كده مع السلامه، انت ده يمشي 1 باي 4 ب 4 ماينس وادي 6. الجي بقى يمشي 3 باي 4 12 ماينس وده في ده نيجاتيف A 2. ده بقى يمشي نيجاتيف ال 9 ودي ماينس ال A ال 1. يطلع هنا معاك نيجاتيف 2 I. تمام. هنا 12 بلس 2 14 نيجاتيف 14 عندك هنا J ودي نيجاتيف A 10 مين ال K. ممكن نجيب بقى النورم. تمام كده، يا ريتك على طول. يلا سكوير روت هنا 4 وعندي 14 باور 2 ب 196 وبلس A 100. احسب الحسبة دي كده، سكوير روت 4 وبلس 196 وبلس معاك A 100، تطلع معاك الإجابة ب 10 روت A 3. ده كده اريا الباراليلوجرام. هو عايز اريا التريانجل، يبقى الإجابة هاف ملتبلايد 10 روت 3، يعني انت بقيت 5A روت 3 يونت اريا او سكوير عندك ايه يونت. طيب تنفيذ مسألتك هنا calculate the area of the triangle ABC. التريانجل معانا فيه 3 فيرتكس موجودين، فطبعا لو تاخد بالك مع التريانجل اهوت ادي A وادي B وادي C. انا عايز بقى 2 فيكتور يبقوا سايدز اجيبهم واعملهم كروس واخد نص الكروس عندنا. عشان كده نحضر مثلا ال AB
طب لو كنا خدنا مثلا سي بي وسي اي مش فارقه، اي اتنين. طيب الاي بي اعمل بي ماينس الاي، 4 ماينس 5 نيجاتيف 1، وهنا نيجاتيف 5، وهنا عندك ايه ب 5. طيب يلا هات لي بقى كده الاي سي، سي ماينس اي، 2 ماينس ال 5 نيجاتيف 3، وادي عندك هنا 3 وعندك هنا ايه ال 2. نعمل الكروس بين الاثنين، الاي بي وكروس عندك الاي سي، يبقى انت كده عندك ديترمينانت ثلاثي، الاي والجي وايه معاك هنا الكي. نيجاتيف 1 نيجاتيف 5 براحتك كده تعود معايا باذن الله، و3 وال2. براكت معانا ابطال الاي، وبعد كده هنا يا صديقي الجي، وبعد كده معاك لمين للكي. ده كده خلاص. اما الاي بيختفي يبقى عندي هنا نيجاتيف 10 وماينس ال 15. لما ده يختفي عندك هنا نيجاتيف 2 ده في ده، وده في دوت هيبقى بكام؟ نيجاتيف 15 ادي ماينس نيجاتيف ايه 15. لما ده يختفي يبقى عندي هنا نيجاتيف ال 3 وماينس ده في ده معاك بكام؟ بال 15. يطلع هنا معاك نيجاتيف 25 مع الاي، وبعد كده عندك هنا نيجاتيف 2 بلس 15 13 نيجاتيف بره، نيجاتيف 13 مع الجي، وعندك هنا نيجاتيف 18 مع مين؟ مع الكي. هنا اقدر اجيب بقى النورم بتاعنا. يلا اعمل بقى سكوير روت. النورم في الوقت ده بيساوي سكوير روت 25 باور 2 وبلس 13 باور 2 وبلس معاك 18 باور 2. يطلع معاك الإجابة كده ب 33.436 وهكذا. ده كده النورم بتاع الاي كروس الفيكتور اي بي كروس الاي سي. عشان كده يبقى انت كده عندك اريا للترينجل، بنعمل هاف ملتبلايت الانسر اللي طلع معاك ده كده، تطلع معاك في الاخر الإجابة النهائية ب 16.7 سكوير يونت اريا عندنا. طيب بص معايا كده، عندنا قاعدة مهمة جدا ودي الأخيرة معاك في درسك النهارده إن شاء الله في القوانين بتاعتنا. ذا سكيلر تريبل برودكت دي إيه معناها؟ معناها إن أنت لو عندك هنا كيوبويد، ركز كده، الكيوبويد أو اسمه باراليل بايبد، باراليل بايبد أو كيوبويد اللي هو بيكون فيه 3 دايمنشن عندنا. ادي دايمنشن اهوت، وادي ده كمان. اوضح لك بس كده حاجه، بص كده، دي كده البيز اهي عندنا. لو في عندك هنا الفيكتور A ومعاك هنا الفيكتور AB، فالبيز دايما مع 2 فيكتور موجودين تحت. وفي بقى عندك هنا الهايت لو ده كان LC. لو عايز احسب الفوليوم بتاع السوليد ده او الكيوبويد ده او الباراليل بايب ده كده، عشان اجيب الفوليوم بنعمل ال A دوت ال B كروس عندنا ال C. ده اسمه سكيلر تريبل برودكت، يعني ملتبلاي ثلاثي. طيب ده بيتم عندنا ازاي؟ ان انا بقوم جاي عامل كده ديترمينانت، واول فيكتور نطقته يتحط فوق هنا، والتاني في الرو هنا، والتالت في الرو هنا. الاجابه اللي هتطلع في الاخر رقم، تطلع سكيلر، فاخدها دايما تبقى بالابسوليوت اللي مفيش معاك فوليوم بالنيجاتيف. طب مثلا لو انا جيت يعني بدل ما اقول A دوت B قلت B دوت A كروس ال C، ولا في مشكله، هتطلع نفس النتيجه برضو معاك عادي. طب مثلا لو ال C دوت، بص اهم حاجه سكيلر تبقى الاول ورصها اول فيكتور في اول رو والتاني والتالت وهكذا، بس مفيش عندك اي مشكله. طيب تعالى هنا نوضح حته بسيطه. لو جيت رجعت تاني عندي هنا للكيوبويد ده كده او الباراليل بايب ده، تمام، واللي هو عندي موجود معاه مثلا البيز، تعالى كده نحددها الاي والبي، والهايت هو السي. لو طالب مني الهايت، طالب مني الايه الهايت، طبعا انا عارف ان الفوليوم اساسا بيساوي البيز اريا تايمز الهايت. طب لو عايز اجيب الهايت، ما تنزل دي بالديفايدد،
يبقى الاريا معانا بتساوي الفوليوم ديفايدد البيز اريا. طيب الفوليوم بنجيبه ازاي؟ السكيلر تريبل، يعني ال A دوت ال B كروس ال C، احسبها وهات الرقم بتاعها بالبوزيتيف. طب اريا البيز نجيبها ازاي؟ ده اللي هو عندك ال A كروس B واخد النورم عشان ده باراليلوجرام، يبقى اوفر. فانت هنا تحتاج انت تحسب، طبعا هي ديت اسحم قاعدة عندنا في منهجنا. هنعمل الاول لما اكون عايز اجيب الهايت، اعمل الاول السكيلر تريبل، كده جبت فوليوم ديترمنت واشغله، واجي بعد كده اعمل الاي كروس بي بديترمنت برضو الاي والجي والكي، كده جبت اريا الباراليلوجرام واعمل الديفايدد. يبقى انت كده معاك وصلت للايه للهايت. طيب شوف معايا كده انا سؤال، نفذ معايا السؤال ده كده. بيقول معانا find the volume of the parallel pipe وال 3 adjacent sides كان ادي وادي وادي. كده على طول اقول له يبقى ال A دوت ال B كروس A ال C بتساوي. اهم حاجه بقى شوف وافتكر تاني ده يتعمل ازاي معاك الديترمنت بتاعتنا. هنا مفيش بقى I و J و K، نيجاتيف 1 و 2 و 2 و 2 و 0 A 1، واللي هو عندنا هناخد اول element هي تايمز ال 1، نيجي الوسطاني نيجاتيف 2، والاخير زي ما هو ماينس ال 1. ده كده خلاص مع السلامه. انت لما نخبي اول كولم 2 باي 1 ب 2 ماينس ال 0، ونخبي دوت يبقى نيجاتيف 1 ماينس ال 4، ونخبي ده معانا يبقى عندك هنا 0 ماينس ال 4. ومن هنا يبقى انت عندك 2 باي 1 ب 2، نيجاتيف 5 باي نيجاتيف يبقى بوزيتيف 8 10، نيجاتيف 4 باي نيجاتيف 1 يبقى بوزيتيف ال 4. في الاخر اجابتك بكام؟ بال 16. وده كان الفوليوم بتاعنا في الوقت ده. لو طلعت بنيجاتيف خدها بالبوزيتيف لان انت تاخدها بالابسوليوت على طول. طيب هنا بيقول معانا find the height of the parallel A pipe. هنا لازم يحدد لك البيز معاها مين لانها هتجيب الاريا بتاعتها. فقال لي هنا شوف بقى the two vectors A و B، ركز كده تمام. لا استنى، البيز containing ال A وال B، البيز محددها بال A وال B، يبقى دول كده يخصوا يا جماعه البيز. خلي بالك وده اللي هو طالع فوق معانا. هو عايز ايه؟ الهايت. عشان اجيب الهايت اول حاجه نجيب الفوليوم اللي هو ال A دوت ال B كروس ال C، ولو اي تبديل عادي تطلع في الاخر نفس الرقم، بس بدل ايه نيجاتيف تطلع بوزيتيف او العكس، فانت كده كده تاخد ابسوليوت. ها ديترمينانت، يلا ال A عندنا كانت 1 2 نيجاتيف 1 نيجاتيف 1 و 2 و 2 2 0 A 1. لما تفك هنا يبقى ده عندك 1 باخد اول element، وبعد كده عندك نيجاتيف 2 تاني element، والتالت. وطبعا تفتكر احنا بنستخدم دايما اول اي رو، والاولاني زي ما هو بعلامته، ده بعكس علامته، ده زي ما هو بعلامته. تقوم شاطبه كده خلاص عشان ما يزاولكش. لما ده يختفي 2 باي 1 معاك هنا ب 2 ماينس ال 0 خلاص. لما ده يختفي نيجاتيف 1 ماينس ال 4 تبقى نيجاتيف معاك ال 5. لما ده معاك يختفي يبقى عندك هنا 0 ماينس ال 4 يبقى نيجاتيف ايه ال 4. وبكده عندي ادي 2، وادي معاك هنا بوزيتيف ال 10، وادي معاك هنا بلس الايه ال 4. يطلع معاك في النهايه بكام؟ بال 16. كده انت جبت الفوليوم. طيب هنجيب بقى عندك كده البيز اريا اللي هي بتساوي الاريا البيز نفسه في الاي والبي. يبقى عايزين بقى نعمل ايه؟ نورم الاي كروس البي عشان هو اصلا باراليلوجرام. فانت هتاخد هامش كده وتعالى يلا احسب الاي كروس البي اللي هو ديترمينانت. بس هنا بقى لازم نجيب بقى دعم الاي والجي والكي عشان دول اتنين بس ايه عندنا. طيب الاي معانا كان فيها 1 و2 ونيجاتيف 1، والجي معانا والكي البي و2 ايه و2. تيجي عندك بقى ادي معاك الاي، وادي عندك ماينس الجي، وادي معانا ابطال مين؟ الكي اهي.
ده كده خلاص مع السلامة. انت لما تخبي عمود الاي يبقى عندك كده 4 وده بنيجاتيف 2. 4 ماينس نيجاتيف 2 بكام معاك؟ ب 6. طب خبي ده 1 باي 2 ب 2. 2 ماينس ال 1 عندك ايه؟ ب 1. طب نخبي ده كده يبقى 2 ماينس نيجاتيف 2 اللي عندك بكام؟ ب 4. في الاخر يبقى انت معاك هنا 6 اي ونيجاتيف جي وال4 كي. هتجيب بقى النورم بتاع دي كده، يبقى عندك هنا النورم بيساوي سكوير روت 36 بلس ال1 بلس معاك ايه؟ ال16. احسب كده 36 بلس ال1 بلس معاك ال16 يطلع معاك هنا روت 53. ده كده البيز اريا. من هنا يبقى عندي الهايت الفوليوم على البيز اريا، يعني 16 over root 53. احسب كده 16 divided root 53 يطلع معاك الإجابة ب 2.197 وهكذا. عشان كده إجابتك في الآخر أهيت هتبقى فين؟ هي كان المفروض تبقى عندك هنا، احنا قلنا 2 بوينت. تمام، يبقى إجابتك إيه؟ تمشي معانا الإجابة دي. تمام، كان المفروض يبقى في رقم زيادة في الابروكسيميشن، لكن ايه تمام تمشي برضو معانا، وده المناسب ليك في الاختيارات. دي بقى حاجات جبتها لك كده اضافية معاك، يعني ممكن نتعرض ليها في اي مسألة. تمام كده. لو انا عندي هنا كان الفيجر او السوليد بيمثل معاك بيراميد، والبيز ايه شكله رباعي، ده اسمه كوادريلاترال بيراميد. اجيب الفوليوم بتاعه باني بنعمل بص كده 1 over 3 absolute A دوت B كروس LC، يعني الجزء اللي جوه ده كده فوليوم بارالل بايب. طب لو ضربنا في 1 over 3 ده فوليوم الكوادريلاترال كيوب. طب لو كان البيز عندي ترينجولار، الترينجل ده كده ونفس الدايمنشنز، بيبقى تايمز 1 over 6، يبقى الجزء اللي جوه ده كده ده فوليوم البارالل بايب. لو ضربناه في 1 over 6 بيجيب لك فوليوم الترينجولار بيراميد عندنا. طب هنا السؤال بيقول لي ايه؟ لو ان عندك الاي هيت ونورمال بي والاي بارالل لبي، هات البي. السؤال دوت في الاجابه ليه طريقتين. تعال نقول الاول الاسهل بتاعتنا. بما ان انت معاك الاي بارالل لبي يبقى الاثنين ماشيين مع بعض، يبقى اليونت للاثنين واحد، ما هو ماشيين مع بعض. فانا عندي الاي موجود، اقدر اجيب يونت الاي اللي هو هيبقى الفيكتور اي اوفر النورم، ده يونت الاي. يعني عندك هنا نيجاتيف 1 و2 و2، النورم بتاع الاي سكوير روت ده بار 2 ب1 ده بار 2 ب4 ده بار 2 ب4 مجموعهم 9 مع الروت، يبقى انت عندك اوفر 3 اوفر 3 اوفر اي 3. من هنا بقى عندك يبقى البي بتاعتنا بتساوي نورم البي في اليونت. بص كده نورم البي تايمز اليونت بتاعتها، ونورم البي عندي موجود ومالتبلايد نيجاتيف 1 اوفر 3 و2 اوفر 3 و2 اوفر ايه 3. دخل 6 مالتبلاي يبقى عندك هنا نيجاتيف 2 وعندك هنا تبقى ايه 4 وعندك هنا برضو ايه 4. طريقه مهمه وسهله تمام معاك اهيت. عندك ايه حاجه زي كده. لو انت جيت حطيت بوزيتيف اور نيجاتيف عادي، ما هو ممكن يبقى الاثنين عكس بعض في الاتجاه، مفيش اي مشكله. اما عندك بقى هنا الطريقه الثانيه بتاعتنا، ان انا اقول ان المفروض عندي البي بيساوي كي في الاي، وهنا نقوم جايين كده تمام. ما هو البريد بتاعنا يبقى في واحد بيساوي كونستنت في الايه في التاني، واقوم جاي اعمل كده نورم نورم ونورم الكلام ده. وقبل كده اخدنا حاجه ان لو في كوفيشنت جوه النورم يطلع بره بالابسوليوت اهي، وادي نورم جوه الاي. كده عندك هنا نورم البي كان ب 6 ايكوال ابسوليوت الكي، فنورم ال اللي هي معاك بكام؟ نورم ده حسبناها ب 3، نزلنا بالديفايدد يبقى ابسوليوت عندك الكي بتساوي 6 اوفر 3 ب 2، بس تبقى كده بقى الكي ايكوال بوزيتيف اور نيجاتيف ايه 2. نرجع للبي بتاعتنا، البي معانا كانت بادئه البدايه ايكوالز كي في مين؟ في الاي، يعني تبقى عندك هنا بوزيتيف اور نيجاتيف 2 ملتبلايد الاي
اللي هي معانا نيجاتيف 1 و2 وال2. سيب بره بوزيتيف ونيجاتيف ودخل ال2 ملتبلاي تبقى نيجاتيف 2 و4 وال4. جت معاك برضو بنفس النتيجة ايه اللي فاتت ايه. تمام. اما هنا مع تنفيذ سؤالك ده بيقول لك لو عندك A B C D is a rectangle ونوتش ال A B ب6 وال B C ب8، يعني افضل ارسم معانا ايه ريكتانجل ده كده. تمام. ادي A وادي B وادي C وادي ال D. ال A B عندنا ب6 وده ب8، طبعا كان المفروض يبقى ايه ده اقل وده اطول. انا بشتغل بارقام مفيش مشكله عادي شغال. عايز ايه فايند فايند اذا فايند بي دي كروس مين الاي سي. طب اجيب ديت ازاي؟ بنعمل حركه ظريفه قوي. اقوم جاي كده عامل بص شايف دايمنشنز واشتغل بيها واحدد نقط واشتغل بيها. يعني انت كده عندك بوينت A هتبقى بالنسبه لك هنا الاي هتبقى 0 و0. تمام كده. وانت كده يعتبر شغال كانك بس يا دوب الاكس والايه والواي. خليك بس اوريك بس حاجه مهمه قوي 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 قوي، خليك معايا. وعندك هنا البوينت بي مشيت كده 6 ما طلعتش حاجه مع الواي. انا كده بفترض ان ده كده اكس وده عندك الايه الواي. هحدد اماكن طريقه جميله جدا في التفكير. وعندك بوينت دي طلعت في الواي ب 8، يبقى دي عندنا نقول 0 اند 8. وعندك بوينت سي مشيت 6 طلعت 8، يبقى عندك 6 اند مين اند 8. طيب البي دي هنا يبقى اعمل دي ماينس البي، يعني 0 ماينس 6 نيجاتيف 6 وادي 8. طيب الاي سي عندنا يبقى اعمل سي ماينس الاي، يعني 6 ماينس 0 يبقى 6 اند 8. لما تيجي تجيب بقى عندك هنا البي دي كروس الاي سي، ولما نعمل كروس يبقى ناخد النورم بعد شويه. يعني قصدك ان احنا كده عايزين نعمل البي دي اللي هو يبقى نيجاتيف 6 والدي وال8 وكروس معاك 6 وال8. كده انت شغال بس بالاي والجي بالاي والجي، صح كده؟ بالاي والجي. لو شغال بس عندك بالاي والجي مش بنحتاج ديترمنت خالص، بنعمل الاوتر ماينس الانر. قاعدة مع استخدام الكروس في الاي والجي بعمل الاوتر ماينس الانر، ودي جايه برضو من الديترمنت بتاعتنا بس دي مختصره اكتر. الاوتر اكتبها لك اهي الاوتر ماينس الانر، يعني نيجاتيف 6 باي 8 تبقى عندك نيجاتيف 48 ودي ماينس ده في ده معاك ب 48 في الاخر تبقى الاجابه عندك نيجاتيف 96 وادي ايه الدايركشن السي في النهايه. من هنا يبقى عندك النورم بياخد الاجابه دي بالبوزيتيف، يبقى كده اجابتي هنا تطلع ب 96 عندنا. السؤال ده يعني سؤال كده كان فكره كده بيخرجك من مود العادي بتاعنا ونفكر ايه شويه بالاكس والواي وكده. اما هنا بيقول معانا كده لو نورم الاي عندك ب 6 دايركشن كوزاينس بتاعت الاي اهي دي الكوزاينس خلي بالك، والبي عندك عايز الاي كروس البي. هو البي مفيش مشكله، المشكله في ان بقى الاي عندنا موجود النورم والكوزاينس، واحنا عارفين طبعا ان الفيكتور اي بيساوي النورم بتاعه النورم كوزاين سيتا اكس والنورم فاكر انت الكلام ده كوزاين سيتا واي والنورم كوزاين سيتا زد. يبقى انت كده الاي هتعمل 6 تايمز 2 على 3 يطلع معاك هنا ب 4 والنيجاتيف ال 4 وهنا عندك ايه ب 2. كده الاي معايا والبي معايا، يبقى اقدر ان انا اجيب الاي كروس عندنا البي، يعني ديترمينانت الاي والجي والاي والكي. وادي عندك 4 نيجاتيف 4 وال2 نيجاتيف 2 و3 واي و5، ويلا اعمل ديترمينانت معاك بالاي والجي والكي وهات اجابتك ايه عندك. تمام. لكن انا بيقول لي السؤال لو عندك الاي بالبنديكولار مع البي والاي بالبنديكولار مع السي، طبعا كده اكيد يبقى انت عرفت ان الاي كده بالبنديكولار مع البي والسي، معناها كأن البي والسي تحتهم الاثنين والاي نازل عليهم، يعني كأن كده ادي البي وادي السي بص كده، والاي
طالع عمودي على الاتنين. معنى الحكاية عشان كده يبقى البي كروس السي هيديني يونت الاي. البي كروس سي يطلع يونت الاي. هو هنا بقى نورمال ايه معاك، عايز الاي ممكن يكون بمين. فمن هنا تعالى بقى نعمل البي كروس السي عشان نجيب اليونت بتاعتنا. نشوف كده الاي والجي والكي. البي معانا كانت 2 3 2 و1 و2 ايه 1. لما كده عندك الاي وبعد كده عندك ماينس الجي وبعد كده معاك بلس مين الكي. نخبي عندك الاي يبقى هنا عندك 3 ماينس ال4 نيجاتيف 1. تمام كده. وده معانا نخبيه 2 باي 1 ب 2 ماينس 2 يبقى ب0. وده نخبيه يبقى 4 ماينس 3 بكام ب1. فانا عندي هنا بقيت نيجاتيف 1 و نيجاتيف 1 وال1. من هنا يبقى الاي فيكتور بتاعنا ده كده كأنه يونت بيعمل النورم في اليونت. النورم في اليونت. النورم في اليونت. النورم بتاعه 4 روت 2 تايمز نيجاتيف 1 نيجاتيف 1 وال1. لما تخش كده ملتبلاي تبقى عندك هنا نيجاتيف 4 روت 2 نيجاتيف 4 روت 2 و4 روت اي 2. طيب ممكن الإجابات دي تتغير؟ ممكن. لو أنت عملتها كلها ديفايدد حاجة واحدة مطلوبة حاجة واحدة بتجيب لها سيمبلست فورم. أصل اليونت ممكن ياخد كذا شكل عادي بس هو ماشي باتجاه ايه واحد. مين بقى اللي يناسب الإجابة عندنا كده؟ ملاحظ حاجة، لو كله هنا لو ضربنا كله باي روت 2 أو ديفايدد روت 2 هيبقى نيجاتيف 4 نيجاتيف 4 وال4. فإجابتنا هنا عندنا كان في معانا زيرو في الموضوع. لحظة يا جماعة كده، الجي كان معاها زيرو. ده المفروض يبقى عندك هنا زيرو، ده عندك هنا يبقى زيرو، ده عندك هنا يبقى ايه زيرو. لو جيت عملت كله بقى ديفايدد روت 2 تبقى نيجاتيف 4 0 وال4 هتديك الإجابة اللي هي ايه عندك دي. أنا قصدي أقول أي فيكتور بقى يونت أقدر أعمله اختصارات، إما ديفايدد حاجة أو ملتبلايد حاجة، فبيظبط عندك على طول لو أنت عايز تجيبه ايه بشكل آخر عندنا. طب هنا بيقول معانا لو ان الاي هيت معاك وادي البي وادي السي، عايز بروجيكشن اوف اي كروس بي اون ذا فيكتور سي. ياه ايه ده زحمه قوي. تعال بص كده. طبعا الاول اجيب الاي كروس البي ده ايه اول حاجه ان انا افكر اجيبها. اعمل ديترمينانت وادي الاي وادي الجي وادي عندك مين الكي. عندي هنا الاي بتاعتنا الاول 3 نيجاتيف 6 ونيجاتيف 1. البي معانا 1 و4 وايه نيجاتيف 3. طيب نيجي كده عندك الاي وماينس معانا الجي وبلس معانا الايه للكي. تعالى يلا ده يمشي كده. لما نخبي عمود الاي يبقى عندك هنا بوزيتيف 18 وده في ده نيجاتيف 4 يبقى بلس ال4. خبي الجي نيجاتيف 9 وده في ده بنيجاتيف 1 يبقى ماينس يبقى بلس 1 صح كده. خبي ده ب 12 وده في ده بنيجاتيف 6 يبقى ماينس يبقى بلس 6 على طول، يعني هي ماينس نيجاتيف 6 كده. عندك هنا 22 مع الاي نيجاتيف 8 ونيجاتيف بوزيتيف 8 مع الجي وهنا معاك بوزيتيف 18 مع مين مع الكي. كان انت جبت الاي كروس البي. هو عايز بقى البروجيكشن يعني الالجبريك كومبوننت. خلي بالك الالجبريك كومبوننت ده بقى جاي من السكالر برودكت بتاعت ده في اتجاه السي. يبقى انا كده اقدر اقول ان عندك البروجيكشن بيساوي الفيكتور الاولاني. ممكن استاذنك ده اسميه ام اسهل معايا كده. يبقى الام في اتجاه السي كنا بنعمل الام دوت السي على نورم السي. مين هو الام اهو اللي هو طلع معانا ب 22 و8 و18 دوت السي عندنا مديها لي 3 نيجاتيف ال4 ونيجاتيف 12 على نورم السي يعني سكوير روت ادي 9 16 144. ازاي بعمل الدوت دوت؟ يلا اول في اول 22 باي 3 ب 66 وبلس التاني في التاني اللي هو نيجاتيف 32 وبلس التالت في التالت 18 ملتبلايد نيجاتيف 12
يطلع معاك نيجاتيف 216 اوفر كده. عندك بقى سكوير روت 9 وبلس 16 وبلس 144، يعني هنا معاك ايه ب 13. احسب بقى الحسبة دي كده معاك، يعني عندك هنا 66 minus 32 minus 216 وتنزل معاك divided 13، يطلع معاك الإجابة للآخر نيجاتيف 14 إجابتنا عندنا. أما هنا بيقول معانا السؤال لو ال A دوت B equal نورم ال A كروس ال B، عايز ميجر الأنجل. تعال نفك ده كده، ال A دوت B يبقى عندي هنا نورم ال A في نورم ال B، تمام كده، كوزين الأنجل مين سيتا. نورم الكروس اللي هو نورم ال A في نورم ال B، تمام، ساين الأنجل مين سيتا. طبعا النورم ده يمشي مع ده، لما الكوزين ايكوال ساين يبقى الأنجل بتاعنا في الآخر ب 45 ديجري، لأن كوزين ايكوال ساين ده بس بيحصل مع الأنجل اللي هي ال 45 عندك ديجري. طيب اريا الترينجل ب 24، عايز نورمال بي اي كروس البي سي. طبعا الترينجل اي بي سي دول كده اتنين سايد، ادي بي اي وادي بي سي، والاريا ب 24، وانا عارف بقى ان توايس الاريا بتساوي نورمال كروس. شوف بقى الحته دي بقى، خاطر اول حته دي توايس الاريا نورمال كروس، يعني 2 ملتبلايد ال 24 بيساوي الكروس، يبقى كده عندك الكروس في الاخر بقى بكام؟ ب 48. طب هنا السؤال بيقول لي ان عندك ال AD is a median of the triangle ABC asymmetric triangle then norm AD cross ال AB، يعني هو مركز على الترينجل الصغنون ده كده بيساوي يا ترى ايه بالنسبه للاريا الترينجل الكبير كله. طيب انا عارف ان المفروض عندنا الاثنين دول بيخصوا الترينجل الصغنون ده، وعارف ان توايس اريا الترينجل بتساوي نورمال كروس، توايس اريا الترينجل يبقى نورمال كروس، عشان كده هقدر اقول له توايس اريا الترينجل اي دي بي نورم الاي دي كروس الاي بي، وده اللي كان عايزه منك، يبقى ده بيساوي توايس الترينجل الصغنون، وتوايس ده يجيب الترينجل الكبير كله، الترينجل الكبير قد الصغير مرتين، عشان كده في الاخر يبقى انا ايكوالز 1 تايمز اريا الايه الكبير. هنا بقول معانا اريا اوف ذا باراليلوجرام ومديك الدياجونالز ام والان، عايز الاريا بتاعته. طيب الاريا هنا في الوقت ده بتبقى عندي هاف نورمال كروس الام كروس مين الان. طيب تعال نحسب الاول بعد اذنك الام كروس الان، هنا شغال بالاي والجي 2 ونيجاتيف 1 كروس 4 ونيجاتيف ال5، بنعمل الاوتر ماينس الانر نيجاتيف 4، يعني في الاخر انت كده تبقى معاك بكام نيجاتيف 6. لما اخدها بالنورم يبقى انا كده في الاخر هاف ملتبلايد باي 6، يعني ايكوالز عندنا ال 3. طيب ان ذا كارتيزيان بلين اكس وواي، ماشي كده بلين اكس وواي، ثيتا از ذا ميجر اوف ذا انجل بتوين اي اند بي، بيقول لك هنا نورمال اي كروس بي على اي دوت بي بيساوي ايه يا ترى؟ تعال نشوف كده الاول اي كروس بي اما اجيب النورم، يعني نورم الاي في نورم البي، صح كده، ساين انجل مين ساين ثيتا. طب والاي دوت بي بيساوي عندنا نورم الاي في نورم البي كوزين انجل مين ثيتا. طبعا دول مع بعض ساين على كوزين اللي في الاخر بتساوي ايه؟ بتساوي معاك التان الثيتا. طب انا بقول معاك ساين ذا انجل بتوين ذا تو فيكتورز A اند B بتساوي ايه؟ طبعا عشان اجيب الساين يبقى انا كده بحتاج ان انا ساين الثيتا بتساوي نورم A كروس B، صح كده، اوفر نورم A في نورم عندك B، المفروض يبقى كده. طب تعالى نعمل الاول A كروس B، يبقى اعمل ديترمينانت كده عشان اجيب A وكروس معانا B، I وجي وكي كده تمام، 1 1 1 نيجاتيف 2 2 نيجاتيف 2، يبقى انا كده عندي مع الاي شغال وادي الجي شغال وادي معاك بلس الكي شغال. نخبي الاي نيجاتيف 2 ماينس 2 نيجاتيف 4
نخبي الجي ده بنيجاتيف 2، نيجاتيف 2 يبقى ماينسهم ب0، نخبي الكي 2 ماينس نيجاتيف 2 عندك هنا بايه؟ ب4. كان ده في الاخر بقت نيجاتيف 4 و0 وال4. ده اللي هو عندك ايه؟ الاي كروس البي. النورم بتاعه يبقى سكوير روت باور 2 باور 2 باور 2 ادي 16 بلس 0 بلس 16 يطلع. هنجيبها دلوقتي، حاضر ماشي تمام. بعد كده عندك عايز بقى نورمال ايه في نورمال بي. نورمال ايه سكوير روت 1 باور 2 1 1 يبقى هنا 3 تايمز سكوير روت ده باور 2 بلس ده باور 2 بلس ده باور 2 يطلع معاك هنا بروت ايه 12. في الاخر يلا تحسب بقى كده عندك اللي فوق كده، يبقى كده معاك هنا سكوير روت 32 يعني ب4 روت 2 وتحت عندك هنا ب6 الإجابة. صح كده يا جماعة؟ تمام. عشان انت عندك 3 باي 12 ب 36 وسكوير تبقى معاك ايه ب6 معاك الإجابة. بتحسب بقى عندك هنا سمبلست فورم دي هتبقى ال4 4 روت 2 نشيل بقى دي 2 ويبقى عندك 3 بعمل ديفايد 2 يبقى 2 روت 2 على 3 2 روت 2 على ايه ال3 اللي هي معاك دي. طب A و B are 2 unit vector بص unit measure of angle between them equal theta. يبقى يحصل ايه الكلام ده؟ A minus B كروس ال A بلس ال B هتساوي معاك في النهاية. هنا بنوزع، ناخد ال A نوزعها هنا وهنا بس بالكروس، يعني نعمل ال A كروس ال A وبعد كده بلس ال A كروس ال B وبعد كده ناخد دي بقى هنا ماينس ال B كروس ال A. أهم حاجة تمشي بالكروس. نخش هنا ماينس ال B كروس معاك ايه ال B. الأول A كروس A ماشيين مع بعض، الأنجل بزيرو يبقى ساين 0 بزيرو، ده كده هيمشي خالص. وبرضه ال B كروس B عندك بزيرو عشان ماشيين مع بعض ساين 0 بزيرو. طب ال A كروس ال B ماينس ال B كروس ال A عندك هنا ال A. طبعا الاتنين دولت أساسا لو تاخد بالك معايا كده المفروض إن ال A كروس ال B هي نيجاتيف B كروس ال A، صح كده؟ يبقى الاتنين دول في الآخر زي بعض معاك ايه بالظبط، لأنك أنت لو عكست تعكس العلامة. عشان كده يبقى أنا بيساوي كده عندك هنا نورم 2A كروس معاك مين؟ ال B اللي هي في الآخر أقدر أطلع 2 بره بال2 ومعاك هنا نورم ال A تمام، في نورم معانا ال B مطلوب بقى ساين مين؟ الثيتا. وعشان A و B ويونت يبقى دوت ب1 وده ب1 في الآخر فاضل لك ايه بقى؟ 2 ساين مين؟ الثيتا. عندنا إجابة بتاعتنا. أما أنا بقول معانا إن اليو ده يونت بربنديكولار فيكتور معانا للبلين كونتيننج الA والB وادي اليو. نورمال A كروس B بيساوي مين؟ معاك ال5. عايز يحسب الحتة الحسبة دي، فأنت هنا كده هتعمل ده كروس مع ده، يبقى أنا عندي هجيب هنا 3A كروس معاك 4A وبعد كده آخد دي مع دي 3A وكروس معانا 2B وبعد كده ناخد دي مع دي الB كروس 4A وبعد كده ناخد دي مع دي الB كروس 2B. طبعا اللي مع نفسهم A مع A لأن ساين 0 بزيرو يمشي، يفضل عندي هنا ادي 6A كروس الB وممكن نعكس دي تبقى ماينس ال4 A كروس الB. يعني انت في الاخر عايز 2 A كروس مين؟ الB. احنا عايزين بقى كده 2 A كروس الB في الاجابة بتاعتنا. وانا عندي اقدر اقول ان A كروس الB بتبقى النورم في اليونت بتاعتها، يعني 2 ملتبلايد اعمل بقى الفيكتور بتاعنا هنا عندك النورم في اليونت 5 ملتبلاي الكلام ده عندك هنا 3 وهنا ب0 صح كده، وهنا عندك بايه؟ ب4. دخل ال2 معاك يبقى 6 و0 وال8 وده كان عندنا ايه؟ اجابتنا. على خير باذن الله نكون شفنا ابطال عندنا الفيكتور برودكت معانا ان شاء الله. يا رب نكون استفدنا اتعلمنا. ربنا يوفقكم. سلام.